مساء الخير. حضرتك معاك مبلغ وعايز تستثمره في العقارات، وبتسمع اليومين دول ان في حاجة اسمها ايجار الزامي، ان انا كمطور ببقى ملزم ان انا اديك الوحدة العقارية سواء مكتب او محل او وحدة فندقية متأجرة، واديك عائد على المقدم، وكمان لما تستلم الوحدة بعد 3 سنين او 4 سنين بضمن لك ان هي تجيب لك ايجار يغطي لك الاقساط. ده بنسمعه كتير جدا. اني الاحسن ان انا اخد وحدة آه، بنظام العائد الالزامي او الايجار الالزامي، ولا ان انا اشتري وحده بثمنها الحقيقي عشان برضو لما تيجي تبيعها، او عشان تبقى انت دفعت فلوسك بسعر متر تقريبا حقيقي بدل ما تدخل في موضوع الايجار الالزامي. ايه قصه الايجار الالزامي وهل هي صح ولا غلط؟ مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، والحقيقه انا جاي احذر حضراتكم من موضوع الايجار الالزامي. في الحقيقة في كذا سبب يخليني أقول لك بلاش موضوع الإيجار الإلزامي، وهقول لك البديل الأحسن ليك إيه. كل الناس بتحسبها دلوقتي، أنا معايا مبلغ 2 مليون، 3 مليون، 5 مليون، 10 مليون جنيه، أسيبهم في البنك والفوائد عمالة تقل دلوقتي لأن الدولار بيقل والبنك المركزي بيقلل الفايدة، فبالتالي الفوائد دلوقتي بتقل. يعني احنا عندنا الفايدة اليومية دلوقتي بقت 14%، 15%، والفوائد التانية ما بتكسرش يعني اراوند من 15 ممكن توصل ل 20، ممكن لا، وفي الفترة اللي جاية الفوائد هتقل كمان، ومش مضمونة. السنة دي الفوائد انت قفلت شهادة في البنك ب 20%، بكرة ممكن السنة الجاية ما تلاقاش ب 20%، فطبعا العقارات افضل. بس خلي بال حضرتك لما تتوجه للإيجار الإلزامي، انت كأنك ما عملتش حاجة، يعني كأنك حطيت فلوسك في البنك، لأن الإيجار الإلزامي المطور لازم يزود على سعر المتر مرتين ثلاثة، مش ده سعر المتر الحقيقي، بدليل انك انت لو قلت له لو سمحت انا مش محتاج الإيجار الإلزامي واديني نفس الوحدة دي بنظام أقل مقدم وأطول فترة سداد، سعرها هيقل بكتير عن ما هي سعرها متأجرة بنظام الإيجار الإلزامي. ده أول حاجة، وتقدر تجرب ده بنفسك. تاني حاجة، حضرتك شفت قبل كده براند كبير أو مطور كبير زي الشركات سودك، بالم هيلز، أورا، أو الشركات الكبيرة اللي ليها أسماء، أو مثلا خلينا ندخل في الإداري والتجاري زي شركة ريدكون، ال ام دي، بوينت 90، الشركات اللي هي الكبيرة اللي ليها اسم، عملت قبل كده حاجة اسمها إيجار إلزامي إطلاقا. وهقول لك هم بيضمنوا الإيجار منين وليه الاستثمار معاهم مضمون 100%. مبدئيا حضرتك الإيجار الإلزامي كمان مشكلته إن أنت لما تيجي تبيع الوحدة بتاعتك في المستقبل، يلاقي اللي جاي يشتري الوحدة دي متأجرة، بس جنبها وحدة تانية مع مطور تاني، هي نفس الأمطار، سعر المتر بتاعها أقل وبرضه متأجرة، فكأنك اشتريت بالغالي، فبتتعبك في الريسيل لما بتيجي تبيعها. كل الشركات الكبيرة اللي ليها اسم ما بتعملش موضوع الإيجار الإلزامي ده. مفيش حاجة اسمها إيجار إلزامي. مفيش مستأجر بيشتري مع مطور في مشروع تحت الإنشاء وبيبقى ضامن ان هو جاي لك، الا بعض الحالات الخاصه جدا زي الفطيم او مشاريع كبيره لمطورين كبار، وبيبقى اداره التالنت ميكس بتقول انا لا، انا هسكن هنا مثلا فرنشايز معين او براند معين، فبعمل اتفاق مبدئي او مذكره تفاهم ان لو المحل بتاعي طلع بالمواصفات الفلانيه خلاص انا هبقى مستاجره. غير كده انا ما بنصحكش ان انت تشتري بموضوع الايجار الالزامي. طب ايه البديل؟ ايه البديل؟ انت مشكلتك كلها دايما ايه؟ انا خايف احط فلوسي في حاجه وما تتاجرش. طب ما تاخد بالاسباب. يعني مثلا مش انا لو خدت حضرتك في منطقه زي في وسط البلد، او مثلا في منطقه مدينه نصر او في مصر الجديده في شارع عباس العقاد مثلا في مدينه نصر، مفيش محل فاضي، لو لقيت محل فاضي من غير ما تفكر وقلت لك حط فلوسك فيه، هتحط فلوسك فيه. ليه؟ لانك شايف حواليك المنطقه فيها انشاءات، فيها مرافق، فيها ناس مأجره. طب ما تعمل كده في بقيه المشاريع. مثال، النهارده في العاصمه انا عايز اخد وحده اداريه، بدل بقى ما تدفع حضرتك كاش، عايز تاخد لو خصم الكاش هيوصل ل 40، 45، 50%، اشتري كاش. اما حضرتك
في 10% مقدم والباقي على 8 سنين او 7 سنين او 10 سنين، مع التضخم اللي بيحصل افضل لك انك تشتريها اقساط وتاجرها بعد 3 سنين. هتتاجر، بس خد بالاسباب. يعني مثلا في العاصمه الاداريه الجديده في منطقه اسمها الحي المالي. طب ما الحي المالي فيه جراند سكوير متاجر، طب ما في باراجون 1 متاجر، طب ما البنك المركزي الموظفين بتروح فيه، طب ما البورصه والهيد اوفيسز بتاعت البنوك كلها هناك، وفي بنوك شغاله دلوقتي. طب ما بقى في ترافيك في الحته دي، طب ما طبيعي تتاجر الوحده من غير ما تسال. ما في انشاءات، ما في مرافق، ما في نسبه انشاءات. دي اسمها الاسباب اللي بتقول لك المنطقه دي هيبقى فيها الاستثمار ناجح ولا لا، الريسيل هيبقى فيها قوي ولا لا، هيبقى فيها ايجار ولا لا. منطقه تانية مثلا زي منطقه مثلا محور بن زايد الجنوبي او فندق الماسة، مباشره قدامه انا حضرت براند كبير بدون ذكر اسماء عايز ياخد في مشروع لافيت اللي قدام هوم تاون، بتاع شركه هوم تاون اللي قدام فندق الماسة، وراح وسال وشبه هيكتبوا عقد قريب. ليه؟ عارف ان في هنا ترافيك، شارع رئيسي 24 ساعه ناس بتعدي من عليه، المول مبني، الميه والكهرباء دخلوا، فاضل الغاز تقريبا. فدي اسباب طبعا بتدخل فيها عوامل كتيره جدا، احتياجات الفرنشايز في المبنى ده، وهل المبنى ده مطابق للمواصفات الخاصه بالكود البراندات ولا لا. بس انا بقول لحضرتك خد بالاسباب. التجمع الخامس، في التجمع الخامس مشروع اسمه UPL بتاع شركه التعمير. ده مباني ستاند الون، تجاري اداري، بس هو بيبيعوا الاداري بس. طبعا هيتاجر من غير ما الراجل يعمل ايجار الزامي. شارع حيوي جنبه سكني، جنبه ناس ساكنه، جنبه ناس عايشه، جنبه جامعات، المولات اللي جنبه متاجره، السكن اللي وراه واللي قدامه متاجر، طبيعي هيأجر، بالذات ان هو عامل بروجكت محترم. ريدكون اللي على التجمع، اللي في التجمع الخامس اللي قدام الجامعه الامريكيه على طول، هو لسه بيبني وفي شركات بتشطب المكاتب بتاعتها عشان خلاص. يعني ده لما تيجي تقول لي خد فيه محل، طبعا هيتأجر. ايه اللي يدخل؟ فانت هنا هتاخد سعر متر عادل، هو ده سعر متر الحقيقي بتاع الوحده دي. عارف لو رحت قلت له اضمن لي الايجار ويعمل لي عقد ايجار وشرط جزائي عليا، هيزود في اللي بياخده يا فندم منك من هنا بيديهولك من هنا. يعني في مثل كده بيتقال اللي هو مش فاكره يعني، بس يعني الفلوس اللي هاخدها من هنا هديها لك من الناحيه الثانيه. فبنصحك بلاش الايجار الالزامي. طيب هديك مثال برضو عشان الناس اللي بتفكر تستثمر. حضرتك لو معاك 2 مليون جنيه كاش، 3 مليون جنيه كاش، معاك 500 ألف كاش وتقدر تدفع اقساط، يعني توتال إجمالي استثمارك يدخل من 4 ل 5 6 مليون، تقدر تدخل العاصمة مستريح جدا وتقسط على 10 سنين كمان، سواء خدت شقة أو مكتب أو محل. ولما تيجي تقارن، أحط الفلوس في البنك. يعني مثال بسيط هعمل لكم مقارنة ما بين حاجتين. أنا معايا 6 مليون جنيه، مثلا 6 مليون جنيه دول احطهم كاش ولا اخد بيهم وحده؟ لو لقيت بيهم وحده كاش متأجرة دلوقتي تمتلكها اشتري، بس الكلام ده مش موجود. ممكن تلاقي فيه بعض المكاتب اللي موجودة في التجمع الخامس حاجات كاش ممكن تشتريها دلوقتي. طيب لو حضرتك ما لقيتش والاسعار غاليه، لان انت المكاتب النهارده، انا طبعا ما جبتش سيره المحلات غاليه، لو لقيت في التجمع مثلا مكاتب ب6 ب7 ب8 مليون جنيه كيشها وهي متأجرة، ده استثمار كويس. طب لا، حضرتك تقدر ال6 مليون جنيه دول تحطهم في البنك، تاخد 10%، ادفعهم مقدم في مكتب، استنى بس 3 سنين والوحدة هتتأجر، بس في مكان مطابق للمواصفات والمعايير اللي هتخلي المكان ده يتأجر فعلا، حاجة انت نزلت شفتها على الأرض. مش فارق معاك الإيجار السريع، اشتري حضرتك مكتب أو شقة أو محل في منطقة تحت الإنشاء، هتستلمها بعد الاستلام في تأجير هيحصل. فأنا حبيت بس أقول لحضراتكم إنك أنت ما تجروش على فكرة الإيجار الإلزامي. طيب بالنسبة للناس اللي برضو مش عايزة يبقى فيه ريسك 1%، توجه بقى للشركات المحترمة اللي عاملة إيجار الإلزامي. زي هم شركتين 3 ومضمونين، وطبعا مزودين في سعر المتر، زي شركة النايل عند شريط الأبراج السياحية على النهر الأخضر. في شركة محترمة بتبني
سمعتها كويسه وعامله نظام الايجار الالزامي. يعني بيديك وحده مثلا، الشركه بتخش معاك شراكه، هي بتاخد 50% من المكتب وانت 50% من المكتب. المكتب كله عامل 18 مليون، يعني انت هتدفع 10 مليون 500، ادفع منهم مثلا لغايه الاستلام قول 55%، والباقي هيجي لك من الايجار. بس طبعا لما تيجي تحطها قصاد وحده تانية هتلاقي نفسك دفعت مثلا 5 مليون او 6 مليون. طب ما انا ادفع 10% منهم واقسط الباقي على 8 سنين وبرضه اخد مكتب هيتأجر بعد الاستلام. يعني لما تيجي تحسبها، طب ما انا ممكن اقول لك ما ال6 مليون دول تعال اديك مكتب في الحي المالي في شركات محترمه زي مودات، زي دومينار، زي العز، زي ارك بلان، زي كذا شركه موجوده. بتديك مكتب اداري 35 40 متر 50 متر 10% مقدم والباقي على 7 8 سنين. بعد ال3 سنين حط سنه بعد الاستلام هيتأجر. فلو عايزين تستثمروا وتوظفوا فلوسكم في مكان مضمون فيه الايجار، مع مطور محترم من غير ما يزود لك سعر المتر، الارقام اللي احنا بتوصل ل 200%، تقدروا تبعتوا لي مسج على الواتساب وانا دايما في خدمتكم. شكرا.